خلينا اتفق معاك على اتفاق. كل ما المريض ما بيتاخر كل ما هو بيخسر حاجه. انا عن نفسي انا المريض بيجي لي بقول له انت عمليتك مش طوارئ، بس تعملها في اسرع وقت، ما تاخرش فيها كتير. ليه ما تاخرش فيها كتير؟ عشان هو كل ما يتاخر كل ما يحصل مشكله. اكتر عمليه صعبه بعملها في لما يكون العيان بتاع الدواء نفسه بقى عنده قرحه في رجليه. عنده قرحه في رجليه معناها ان الاورده نفسها بقى فيها مشكله كبيره شويه، معناها ان الاورده الثاقبه بقى فيها مشكله كبيره شويه، معناه ان في جرح في رجليه هياخد فتره شويه على ما يلم، هياخد من حوالي 3 شهور ل6 شهور لحد كمان سنه كمان لحد ما يقفل الجرح، ما يقفل خالص. كل ده كان ممكن نوفره اصلا خالص ان احنا كنا نعمل العمليه بدري، او نعمل اي حاجه سواء الحقن الطبي او الليزر او الجراحه نفسها. لو عمل كل ده بدري خلاص كان شال من على كاهله زي ما بيقولوا كده عيب ان في قرحه وان في جرح في رجليه. دكتور احمد ابو حسن، اهلا بيك معانا في بودكاست في العياده. اهلا وسهلا. احنا سعداء بالحلقه دي، يعني انا براهن عليها. يعني احنا معرفتنا ممتده الفتره يعني والزمن، بس ما بنعرفش اشوفك. يعني يا جماعه بعترف العميل ده ما بيجيش الاستوديو ولا بيجي الشركه ولا بعرف اشوفه، في مكالمه كل فتره كده. دكتور احمد عرفنا بحضرتك. انا دكتور احمد السيد ابو الحسن، مدرس واستشاري جراحه الاوعيه الدمويه والقدم السكري في كليه الطب والمستشفيات الجامعيه. معايا زماله جامعه طوكيو الطبيه في اليابان 2019-2020، موجودين لحد دلوقتي في مستشفى الجامعه والتامين الصحي سواء هنا في المنوفيه او بره المنوفيه. يعني احكي لي عن اليابان. هترجعني ورا؟ هرجعك كام سنه لورا؟ هترجعني 4 سنين تقريبا او 3 سنين. احكي، احنا قعدنا قد ايه هناك؟ قعدت حوالي 1.5 سنة تقريبا. احكي لي عن اليابان، او عشان اسالك ما بعد. والله هقول لحضرتك كوكب والله اليابان. هقول لك على حاجه، هو فعلا هو كوكب اليابان حقيقه. يعني الكلام اللي كنا بنسمع عنه واحنا هنا في مصر، لما رحت اليابان لقيته فعلا. هو اول ما نزلت من الطياره حسيت بنظافه غريبه. البلد بتلمع. والله بجد فعلا بجد البلد بتلمع. بتحس الجو طبعا يعني حر شويه، بس لا البلد فعلا كانها بتبرق، يعني كانها مغسوله لسه حالا دلوقتي. طب والمنظومه الطبيه؟ بص، هي جزء من اليابانيين. المنظومه الطبيه دي جزء من الياباني. الراجل الياباني راجل بيشتغل من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 7-8 بالليل بدون كلل ولا ملل، يعني حرفيا هم ناس بتوع شغل فقط لا غير. انت ما اصبتش بتروما لما رجعت مصر بقى بعد سنه؟ لا انا تعبت نفسيا. يعني اصل انا كنت هتفكرني بموقف. كنت في اليابان وقت الكوفيد، فكنا بنسيف مسافه ما بيننا وما بين الناس على ATM. فكنا مثلا بنسيب مسافه متر ولا حاجه، وكل واحد بيخش الاوضه يقفل على نفسه الباب ويطلع وخلاص. جيت مصر هنا تاني يوم على طول راح على ATM عشان اسحب فلوس، لقيت الناس مجمعه على ATM، وواحد مجمع ATM كلها في والله بجد مجمع ATM كلها في ايده والباسورد بتاعك كام عشان نسحب. انا سايب مسافه ما بيني وما بين ما بين الناس، لقيت ناس قعدت من جنبي ونطت في المكان بتاعي. يعني كورونا ماتت لما جت مصر. لا هم ناس هناك حرفيا بتوع شغل وقمة في الأدب والاحترام والمساعدة للغير. حاجة أنا ما شفتش بصراحة كده. طب احنا عندنا مشكلة في فهم تخصصك. يعني انت اكيد بتواجه المشكلة دي. طبعا يعني أوعية دموية شرايين دي حاجة بتبقى. هو للأسف هو التخصص بقاله فترة موجود في مصر وبره مصر، بقالنا فترة طويلة أصلا. بس المشكلة في فهم الناس نفسها للتخصص بتاعي، وفهم بعض من يعني اللي في الفيلد الطبي بتاعنا للتخصص بتاعنا. يعني التخصص الأوعية الدموية تخصص كبير. طب دكتور الأوعية الدموية بيعمل ايه؟ حاجات كتيرة. احنا أوعية دموية يعني عندنا شرايين، يعني عندنا أوردة، عندنا أوعية لمفاوية بكل حاجاتها. يعني مثلا كشرايين سد الشرايين نفسها تسدد. تمام، فاحنا مسؤولين ان احنا نرجع الشرايين دي لطبيعتها. مش المفروض دكتور القلب هو المسؤول عن الشرايين؟ لا احنا عندنا القلب قصة قلب اوعية دموية، يعني هو القلب والشرايين اللي حوالين القلب. انما الشرايين الطرفيه سواء في الايدين او في الرجلين او شرايين البطن نفسها او شرايين الرجلين نفسها. كنت اسالك لك مش دكتور البطن ممكن يشتغل شرايين؟ لا طبعا لا. احنا تخصص جراحه الاوعيه الدمويه هي متخصصه بشرايين البطن وشرايين الطرفيه. ده لا يمنع ان في تخصصات تانية بتشتغلها كده. طبعا هي بالظبط حاجه كده يعني اوفر حاجه زياده على الشغل بتاعنا. انما ده بالنسبه مثلا للشرايين. الاورده عندنا الدوالي
الدوالي التخصص اصلا جراحه الاوعيه الدمويه، لان مش الدوالي مش موضوع بالسهوله بمكان ان احنا نقول ده مريض عنده دوالي خلاص اوكي يلا بينا نعمل عمليه او يلا بينا نلبس شراب او خد علاج او لا خالص. هي قصه مش كده، قصه ان احنا سبب الدوالي ايه، جايه منين، عشان نعالج السبب فبالتالي نعالج العرض اللي هو الدوالي نفسها. تمام. وفي بقى طبعا بقى امراض القدم السكري، الجروح بتاع القدم السكري، في طبعا امراض تانية حاجه زي الوحمات الدمويه، حاجات كتيره جدا يعني. طب مش انتوا عظيم، انتوا عندكم الطب تقدم، جدا التكنولوجيا وصلت. طبعا يعني طبعا كتير انا كتير عارف ان احنا مثلا كتير. عندنا حاجات جديده في علاج مثلا حاجه زي الدوالي. يعني انا اسمع او من خلال شغلي انا عارف ان في ليزر وفي تردد حراري. طبعا انا عايز افهم الفرق بين الاولد سكول والنيو سكول في والله هقول لحضرتك على حاجه. هو احنا دخلنا النيو تكنولوجي دخلت في كل حاجه تقريبا، دخلت في الشرايين، دخلت في الاورده، دخلت في عمليات كتيره جدا. منها زي ما حضرتك قلت كده الدوالي كان زمان نعالج الدوالي ازاي؟ لو المريض ده ليه عمليه جراحيه عشان عنده مشكله ما في الصمامات او في مشكله في الاورده نفسها، نخش نفتح جراحه ونشيل الوريد خالص ونصلح الاورده اللي تحت الركبه وهكذا يعني. دلوقتي الوضع اتغير كتير يعني. انا قبل كده بقينا الناس نفسها واحنا نفسنا بقينا متجهين شويه للتدخل عن طريق الليزر او التردد الحراري او المايكروويف، بقينا نستخدم المشرط بشكل اقل شويه. بالظبط، هو ده احسن للعيان. تمام. في حاجات كتيرة يعني العيان مثلا كان ممكن يخش يعمل عملية يبتدي يتحرك بعدها بيوم او 2 ولا حاجة، بس في الاول وفي الاخر في جروح في رجليه. دلوقتي مع قسطرة الليزر او التردد الحراري او الميكروويف، الحاجات اللي احنا بنسميها القسطرة او العمليات ذات التدخل المحدود يعني، سن ابرة. تمام. بالظبط زي كانولا كده لما بركبها في ايد او في رجل العيان، بتركب مدخل القسطرة حجمها 2 ملي 3 ملي جوه الوريد نفسه، تحرق الوريد من جوه، نطلع شلنا القسطرة خلاص شكرا مع السلامة عملنا العملية، والوريد اتقفل مبقاش موجود اصلا خالص اتقفل يعني زي كأننا شلناه. فبالتالي العيان استفاد ده، مبقاش في جروح في رجليه. تاني يوم وتالت يوم يعمل عملية. أنا لسه مثلا عامل عملية للمريض كان مسافر برا مصر، تمام، فأنا عايز أعمل عملية. تمام. المريض ده لو هو خلاص هنعمل عملية مثلا، كان زمان ممكن نعمل جراحة، فالراجل ده اتأخر مع السفر ومع شغله هناك والقصة اللي احنا عارفينها دي. إنما دلوقتي الراجل ده عمل العملية تمام بالليزر، تمام، والتردد الحراري او الميكروويف، الكلام اللي هو بتاع الحاجات اللي هي داخل الاورده، عمل عمليه وسافر بعدها بيومين بالظبط. تمام. والراجل سافر ولا في اي مشاكل خالص يعني. طب امتى نلجأ للتدخل الجراحي غير المحدود؟ يعني اكيد في يعني حالات كل حاجه ليها حاجه يعني ممكن يبقى في حالات ما ينفعش. طبعا لو الأوردة نفسها حجمها كبير أكبر من اللازم، أكبر من حجم الوريد نفسه، دي حاجة. تاني حاجة لو لا قدر الله الوريد نفسه فيه جلطة أو جلطة قديمة. أول حاجة التالتة لا قدر الله الوريد كان فيه مشكلة في الأوردة العميقة أصلا في رجليه. طب احنا لو عايزين نخوف العيان، طب احنا لو عايزين نخوف العيان فعلا وعايز أسألك حالات صعبة فعلا اللي هي ممكن كومبليكيتد او انت بتلاقي فيها تعقيدات طبية وانت بتعالجها، ممكن تكون عاملة ازاي في الدوالي؟ خلينا اتفق معاك على اتفاق. كل ما المريض ما بيتأخر كل ما هو بيخسر حاجة. تمام. انا عن نفسي المريض بيجي لي بقول له انت عمليتك مش طوارئ، بس تعملها في اسرع وقت، ما تاخرش فيها كتير. ليه ما تاخرش فيها كتير؟ عشان هو كل ما يتاخر كل ما يحصل مشكله. تمام. اكتر عمليه صعبه بعملها في لما يكون العيان بتاع الدواء نفسه بقى عنده قرحه في رجليه، معناها ان الاورده نفسها بقى فيها مشكله كبيره شويه، معناها ان الاورده الثاقبه بقى فيها مشكله كبيره شويه، معناه ان في جرح في رجليه هياخد فتره شويه على ما يلم، هياخد من حوالي 3 شهور ل6 شهور لحد كمان سنه كمان لحد ما يقفل الجرح، ما يقفل خالص. كل ده كان ممكن نوفره اصلا خالص ان احنا كنا نعمل العمليه بدري او نعمل اي حاجه سواء الحقن الطبي او الليزر او الجراحه نفسها. انا بتكلم حتى لو الجراحه اللي هي يعني مش احسن حاجه، كان لو عملها بدري، لو عمل كل ده بدري خلاص كان شال من على كاهله زي ما بيقولوا كده عيب ان في قرحه وان في جرح في رجليه محتاج غيار ومحتاج قصه طويله جدا ممكن توصل لحد سنه كامله فعلا يعني من غير لحد ما تقفل يعني. طب عايز اتكلم معاك عن جلطات الاورده العميقه. الجلطه الصامته الخبيثه احنا بنسميه القطر الصامت يعني. فعلا يعني هي اللي بتودي في داهيه دي وتبقى بالظبط خبيثه في نفسها. يعني انا عايز اعرف الاعراض اللي انا
اقلق وابدا افكر ان انا اعمل دوبلكس او دوبل او اروح دكتور او عياده دمويه وشرايين. اعراض الجلطه ممكن تبقى عامله ازاي؟ مش الجلطه اللي بتودينا الجلطه بتاعت القلب والرئه والحاجات والمخ دي بتاخد سايكل تانية. والله يعني في ناس ممكن يكون عندهم جلطه في طرف من اطرافهم ما يعرفوش. تمام. ويوصل متاخر زي ما انت ما قلت كده، ما يعرفوش. ويوصل متاخر جدا. انا لسه جاي لي من النهارده في العياده مريضه او يعني ابن مريضه بيقول لي انا والدتي فيها 1 2 3 مريض، ما والدتي عندها كسر في رجليها، رايحين عشان نعمل اشعه عشان نعمل عمليه على رجليها، لقينا في جلطه في رجليها. وهي اصلا ما بتشتكيش من حاجه اصلا، ما بتشتكيش في رجليها من تحت ان فيها وجع ولا فيها ورم ولا فيها اي حاجه خالص. ده بالصدفه كده لقينا ان في جلطه. فاشهر حاجه العيان هيشتكي منها ان هو اصلا ما بيشتكيش من حاجه. فعلا داخل يعمل عمليه، انا الحق ده انا عندي جلطه بجد فعلا. ده موجوده كتير. حلوه الجمله. والله ده اشهر عرض للجلطه، ما بيشتكيش من حاجه. طب احنا نحل المشكله ازاي؟ كل مرض لازم يكون له اعراض. ما هي بقى عشان كده ربنا اصلا خلق في جسمنا حاجات تكسر الجلطه، حاجات تبني الجلطه وحاجات في نفس الوقت تكسر الجلطه. فيعني كل حاجه ليها حاجه. لما الوضع يوصل لمرحله كبيره شويه وقتها نشتكي من الاعراض بقى، اللي هي ايه الاعراض بقى؟ ورم في رجل جامد، تغير في لون الجلد نفسه. الجلد نفسه بدل ما هو لون أبيض أو أحمر خفيف طبيعي، لا بدأ يبقى أزرق شوية، بدأ يبقى أحمر جامد شوية، بدأ تغير بيميل للبني أكتر. تمام. ألم جامد في رجليه، مش عارف ينام بالليل، ما بيروحش غير لما يرفع رجليه. كل الحاجات دي من أعراض الجلطة. ممكن توصل حتى أبطو لا قدر الله إن الجلطة دي تتحرك تطلع على القلب أو على الرئتين، بس دي في مراحل متأخرة شوية. تمام. طب نعرفها ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ رحت للدكتور ولقينا انا شاكك ان في جلطه في رجلي، اعمل ايه؟ اعمل دوبلر على الاورد. تمام. ده هيحدد لي بقى حاجات كتيره. الاورد الجلطه مكانها فين وممتده لحد فين وحجمها قد ايه. طب ينفع يتعمل لها تدخل جراحي؟ مش تدخل جراحي، تدخل جراحي زي بالمفهوم ممكن تدخل عن طريق القسطره، ان احنا ندوب الجلطه اصلا خالص. وده موجود اصلا دلوقتي بكثره يعني. طب حلو. انا كنت هسأل بقى دلوقتي على القسطره الطرفيه. انا حاسس ان هي بتستخدم في حالات كتير وبتنجح. هل فعاليه القسطره الطرفيه عاليه؟ بلا جدال، من غير نقاش. حقيقه طبعا. في احنا حته معينه في الجسم كده، المقارنه ما بين القسطره الطرفيه والتدخل الجراحي، لا ما فيش مقارنه اصلا. يعني مثلا الشرايين الاورطي او الشرايين احنا بنقول عليها الشرايين الحرقوفيه اللي هي موجوده في البطن برضو، كان زمان عشان نصلح الشرايين دي كنا نفتح البطن ونعمل وصل، حاجه اسمها وصله شريانيه، يعني كوبري يسد يعدي الحته المسدوده دي. تمام. او ان احنا نربط الشريان مثلا يعني. بس لا، القسطره الطرفيه حلت كتير جدا، ما بقاش في جروح خالص في الرجل. تمام. نخش نعمل قسطره بفتحه لا تتعدى قطرها الملي او الاتنين ملي، نخش نوسع الشريان ونحط فيه دعامه ونعمل كل اللي احنا عايزينه، نشيل الجلطه خالص. تمام. عن طريق برضو اساطر معينه تشيل الجلطه او تداوي جلطه او تسحب الجلطه ونحط دعامه من غير فتح جراحي اصلا خالص يعني. فدي عملت نقله كبيره جدا، بالذات يعني القسطره دي اصلا اول ما اتعملت في علشان الناس اللي مش عارفين او ما ينفعش ياخدوا بنج. تمام. في ناس معينه كده، المرضى القلب اللي عندهم مرض مزمن في القلب مأثر على القلب بدرجه كبيره، دول مثلا من الناس اللي ما ينفعوش ياخدوا بنج كلي عشان يعمل عمليه او حتى بنج نصفي يعني. تمام. فالقسطره دي اتعملت عشان كده، عشان المرضى الهاي ريسك ان هم يعملوا عمليه جراحيه عاديه يعني. طب من الحالات اللي انت عمرك ما هتنساها وحاسس ان هي فعلا كانت حالات فيها اضافه لخبره طبيه واكسبيرينس برضو مش هتنساها؟ بص، هي عمليه انا اشتغلتها في اليابان حقيقه يعني. لا اكيد مش تتنسي بقى في اليابان. لا خالص. كان حصل مشكله ما في الجراحه وهم شغالين في الجراحه. تمام. حصل مشكله في الشريان فانفجر يعني. تمام. فاحنا العيان ده ما فيش في خلال دقايق تمام دخل العمليات في القسطره. تمام. دخلنا حطينا حاجه اسمها دعامه مغطاه، غطينا مكان الانفجار خلاص. بالتالي شمينا نفسنا، هدينا، استريحنا، خلاص اوكي. العيان بقى خلاص كويس، ما بقاش في نزيف، ما بقاش في العين خلاص بقى خلاص ما بيقعش. احنا بنقول عليها ما بيقعش يعني.
خلاص. فدي من الحاجات العلامات يعني. مم. من ضمن الحاجات مثلا يعني برضو اللي احنا اشتغلناها واشتغلها موجوده دلوقتي في مصر يعني، انفجار الشريان الاورطي. دي اشتغلناها في اليابان اكتر من مره. بنحط دعامه بغطاء في الشريان الاورطي في حاجه اسمها تمدد في الشريان الاورطي. تمام. لما يجي منفجر في التمدد ده بنحط حاجه اسمها دعامه مغطاة تقفل الانفجار اللي موجود. تمام. خلاص العين بقى كويس خالص من غير فتح بطن من غير اي حاجه خالص. عظيم. فحاجه هايله حقيقه يعني. طب من خلال برضو كلامنا انا فهمت منك مؤخرا ان احنا لينا دور في العلاج الكيماوي والعلاج الكلوي. طبعا. طب احنا بالنسبه للعلاج الكيماوي احنا اصلا دورنا ايه يعني؟ العلاج الكيماوي احنا بندي للعيان اكسس. احنا بنحط حاجه اسمها بورتكاس. العيان اللي بياخد كيماوي بياخد جلسات كيماوي على فترات طويله. تمام. والجلسات دي حقيقه متعبه. الكيماوي ده هو حرفيا بيحرق الوريد. تمام. مرة مع التانية مع التالتة خلاص مش لاقيين أصلا وأوردة نركب فيها، فاحنا بقى بنتدخل في الوقت ده بنركب حاجة اسمها بورتكاس. بورتكاس ده عبارة عن جهاز كده صغير حجمه قد الديسك تقريبا، ممكن تقريبا سنتي في سنتي تقريبا، نحط تحت الجلد. تمام. بندخله جوه الوريد والجزء التاني تحت الجلد. وقتها العيان بيتشك عادي خالص من غير تركيب كانولات من غير تركيب أي حاجة خالص، بياخد فيها العلاج الكيماوي بتاعه وبيعيش حياته بيه. فحاجه برضو من الحاجات انا بحسكم طيبين او احنا طيبين تخصص طيب يعني. بنخاف على الناس والله. طب العلاج الكلوي يعني احنا برضو بنقدم خدمات ليها علاقه بالعلاج الغسيل الكلوي. دول بقى حقيقه اكتر ناس بيصعبوا عليا. نعم حقيقه يعني. الناس مرضى الغسيل الكلوي حياته حاجه من اتنين، يا اما يعمل زرع كلى يا اما يغسل كلى طول عمره. تمام. زرع كده خلاص هو الحمد لله ربنا رحمه من حاجات كتيرة جدا ودي مش متاحة لناس كتير. تمام. اول حل التاني ان هو يغسل كلى عن طريق حاجات كتيرة بقى. تمام. اول حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها يعني ان احنا نركب قسطرة غسيل كلوي مستديمة، او ان احنا نعمل حاجة اسمها وصلة شريانية وردية عشان يغسل منها. العملية دي حوالي بتاخد مش مدة طويلة بس مهمة للعيان، وطول ما العيان مهتم بيها وبالقسطرة اللي موجودة طول ما هي ماشية معاه والدنيا ماشية معاه كويس يعني. دي الحاجات اللي احنا بنعملها لمرضى الغسيل الكلوي. فبالتالي احنا لازم يكون في علاقة اصلا قوية ما بيننا وبالذات ما بين دكتور الكلى اللي هو قاعد على طول مع العيان وعينه على طول على العيان وشايف العيان على طول، فبيلقط العيان لو حصل اي مشكله لا قدر الله في اي وقت ولا حاجه على طول نروح لدكتور الاوعيه الدمويه. وكل ما العيان جانا بدري كل ما حل المشكله بيبقى اسهل شويه، كل ما بيتاخر كل ما التعقيدات والمشاكل بتظهر اكتر. طب من التخصصات برضو اللي بتتشخص غلط في الميديكال فيلد وليه علاقه بيك كنت كلمتني عنها وكنا عاملين عليها كامبين قبل كده اللي هي دوالي الحوض عند السيدات. طبعا. دي حاجه حتى انت قلت ان هي بتوه ومحدش بيعرف يشخصها اصلا. عايزين نفهم الاعراض ونفهم جايه منين مشكله طرق العلاج. بنقول عليها بلفيك كونجيشن سيندروم او بلفيك فينس ديس اوردرز، يعني امراض او رده الحوض. هي حاجات كتيره منها من الحاجات المشهوره يعني حاجه اسمها دوالي الحوض المتعارف عليه بين الناس اسمها دوالي الحوض. هي عباره عن دوالي زي اللي في الرجل بالظبط بس في الحوض. تمام. بنعرفها ازاي؟ نعرفها ان الست عندها وجع في بطنها بقى كتير ما بيروحش، بتروح لدكتور النساء بتاخد علاج بيتحسن اسبوع ما بكده بيرجع تاني. الوجع على طول مستمر معاها بيزيد اكتر مع الوقفه بيستريح لما تستريح شويه. ده كمان بالحمل او عدم؟ لا خالص. هو الحمل بيزود. تمام. لا بس هو ملوش علاقه. هو الحمل طبعا بيزود شويه. هو بيصيب السيدات عموما انسات او متزوجين. بس اكتر في المتزوجات يعني لان الحمل بيزود شويه الوضع شويه عشان التغيرات الهرمونات اللي بتحصل اثناء الحمل واثناء الولاده وبعد الحمل كل ده بيأثر على حجم الوريد نفسه. ومن الحاجة التانية غير الوجع برضو التغير في الدورة الشهرية سواء في حجمها سواء في كميتها سواء في المدة اللي بتقعد فيها. أصلا القسطرة الطرفية عملت حل رائع حقيقة للناس دي يعني من ناحية حاجة اسمها ملفات حلزونية جوه الوريد نفسه بيتقفل خالص ولا كأنه برضو موجود. يعني من ضمن الحالات اللي احنا عملناها هي دكتورة عملت لها العملية وبقت هي بتريكومند الناس. انا من تاني يوم ومن تالت يوم مبقاش عندي حاجة اصلا، مبقاش عندي وجع، مبقاش عندي الدورة بقت منتظمة.
الوجع اللي موجود في بطني مبقاش موجود اصلا خالص. فبقت هي بتقول لا الناس لا روحوا اعملوا العمليه، روحوا شوفوا انتوا مشكلتكم في ايه وحلوها. عظيم جدا. المرض بقى الموست ترندنج بتاعنا القدم السكري. طبعا ده اللي هو ايه، الشعب فيه نسبة محترمة منه مصابة بالمرض وبتتعرض لكومبليكيشنز كتير بسبب الإهمال. أنا عايزين بس شوية نصايح بسيطة كده أنا أحافظ على مرضي إزاي، لأن هو كده كده أنا عارف إن هو بيسيب ناس بالوراثة أو بمشاكل ممكن ما يكونش متحكمين فيها، بس نحتوي المرض إزاي؟ طيب خلينا نتفق على اتفاق. في عندنا في مصر والعالم ملايين الناس اللي عندها سكر، تمام. ايه اللي يخلي يجي للناس دي سكر؟ السكر عموما يعني هو بيأثر على الأعصاب عموما، الأعصاب الطرفية سواء الحسية أو الحركية أو حاجة اسمها الأعصاب الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي الأعصاب السمبثاوية والباراسمبثاوية. بتعمل ايه يعني الحاجات دي يعني؟ الأعصاب الحسية هي الأعصاب المسؤولة عن الإحساس، تمام. فبالتالي لا قدر الله ممكن مريض السكر يمشي مش حاسس برجليه، يدوس على حاجة تبتدي يحصل مشكلة، ودي بداية الشرار، تمام. الأعصاب الحركية هي المسؤولة عن الحركة. بمعنى آخر إن العضلات نفسها بتاعت رجلينا نفسها شكلها بيتغير، فبالتالي شكل الصابة بيتغير، فبالتالي شكل الرجل نفسه بيتغير. دي تاني حاجة. تالت حاجة الأعصاب السمبثاوية، تمام، اللي هي مسؤولة عن التعرق. احنا جسمنا معمول بطريقة معينة، ربنا خلقه بطريقة ان هو في بالانس ما بين ان هو ناشف قوي مش ناشف قوي ومش طري قوي، تمام. ده البالانس اللي موجود. الأعصاب السمبثاوية هي المسؤولة عن التعرق، هي المسؤولة عن البالانس ده ما بقاش موجود، تمام. فبالتالي خلاص ما هنفقد العرق، فبالتالي يحصل تشوهات في رجلينا، فبالتالي هيحصل ده مدخل للبكتيريا والميكروبات انها تخش جوه رجلينا نفسها، وبالتالي يحصل بقى مشكلة دي. نحمي ازاي رجلينا؟ عن طريق بقى ان احنا نتحكم في الثلاث حاجات دول. اول حاجة الاعصاب الحسية، ما نمشيش برجلينا مش لابسين فيها حاجة، تمام. ما نمشيش ورجلينا في الشمس في الشارع. الناس مثلا اللي في المصيف ما تمشيش مثلا على الرملة ورجليها مش لابسة فيها حاجة. ده رقم واحد. رقم اتنين الأعصاب الحركية دي ما نتحكمش فيها، بس نتحكم فيها عن طريق حاجة معينة، اللي هو ايه؟ نلبس جزم واسعة شوية من قدام، ما تبقاش ضيقة من قدام فصوابع رجلينا تركب على بعضها فيحصل مشكلة. تالت حاجة الأعصاب السمبثاوية، نحميها ازاي؟ ان احنا نحافظ على رجلينا رطبة بقدر الامكان. نحن نحط رجلينا كل يوم في ميه دافيه، نغسلها كويس ونشفها كويس قوي بالذات ما بين الصوابع، ونبص على رجلينا، نبص عليها من فوق ومن تحت من يمين ومن الشمال من بين الصوابع، نشوف في اي تغير في اي حاجه، تمام. ده احنا كده حمينا رجلين، دي حمايه. طيب القصة بقى العلاج لو حصل لا قدر الله اي حاجه من الحاجات دي بتتعالج عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نعالج الجرح نفسه سواء بالتنظيف او حاجه اسمها اوفلودنج، ان احنا نعزل القرحه دي عن مكان الضغط، ما تبقاش مضغوط عليه. تخيل هديك مثلا مثال، عندك جرح مثلا في ايدك ولا حاجه وانت شغال على طول بايديك، الجرح ده هيلم؟ مستحيل يلم، تمام. نفس الكلام بالظبط في رجلين، طول ما انت شغال وداس عليها الجرح ده مستحيل يلم. فلازم نعزل الجرح ده او القرحه دي عن مكان الضغط. ده رقم واحد. رقم اتنين لازم نطمن على الشرايين، تمام. ان احنا هنعمل دوبلر، ان احنا هنعمل اشعه مقطعيه، ان احنا هنعمل رنين مغناطيسي على الشرايين، شوف الشرايين عامله ايه، الجرح واصل له دم كفايه ولا مش واصل له دم كفايه. وصل له دم كفايه خلاص اوكي، يبقى احنا ماشيين بالعلاجات التحفظيه بتاعتنا. مش واصل له دم كفايه، وقتها بقى ممكن نتكلم في قسطره شرايين طرفيه او جراحه عشان نوصل الدم للرجلين، لان السكر برضو مضاف ان هو بيأثر على على الاعصاب، بيأثر كمان على الشرايين. ممتاز. انا عايز بقى شويه نصايح كمان عشان نتجنب الدوالي. الدولة اقول لك على حاجه، ده ممكن تعتبره برضو مرض من الامراض الشائعه جدا 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 يعني، سواء في الرجاله او في الستات. هو وكمان في ناس كتيره ما بتتعالجش منه، يكون مؤلم جدا بقى وتطور يعني. هو طبعا اكتر في الستات عشان حاجات كتيره منها الحمل والولاده والوقفه الكتيره والقصص دي يعني، بس موجود برضو في الرجاله. الناس طبعا اعلى في الستات كتير من الرجاله، بس موجود في الاثنين حقيقه يعني. وناس كتيره بيجوا لي من الرجاله عندهم مشاكل في الاورده، الرجاله عشان طيبين شويه جبناش مشاكل جبناش مشاكل في ستات بيجوا البرنامج هنا خلاص. فبيجوا متاخرين شويه برضو، والستات والله فعلا بيجوا برضو متاخرين شويه، فاكرين ان هو وجع عادي فممكن يتاخروا شويه على ما يجوا. طيب نعمل ايه عشان ما يجيلناش دوالي في رجلينا؟ قدر الامكان اللي نعرف نعمله واحنا قاعدين نعمله واحنا قاعدين، لا نقف كتير ولا نقعد كتير، قاعدين على الارض على كنبه على كرسي على السرير في اي وضعيه رجلينا مفروده قدامنا ومرفوعه على مخدنا.
بالليل واحنا نايمين نحط تحت المرتبه نفسها مخده ترفع الرجل شويه. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه للستات، يعني بقدر الامكان لو ظهر لا قدر الله عروق زرقاء في رجليكي ولا حاجه ما نلبسش جزم بكعب عالي. تمام، لان ده بيقلل قوه العضلات اللي هي الجاستروكنيميوس اللي هي السمانه اللي هي مسؤوله عن ان هي تطلع الدم من الرجل من تحت لفوق. احنا بنسميها كده البريفرال هارت يعني. تمام، زي قلب طرفي بيضخ الدم من تحت لفوق، فالدم ما يقفش في الرجل من تحت، فبالتالي يقلل حدوث الدوالي. تالت حاجة الرياضة مهمة جدا جدا للمرضى، مش المرضى، للحماية وللمرضى كمان نفسهم الحقيقة يعني. حماية لجنة دولي وللمرضى اللي عندهم دولي. أنا بشجع الناس إن هي تمارس الرياضة، سواء إن هي هتمشي أو تجري أو تروح الجيم، أي رياضة بأي نوع حتى لو في البيت يعني. دي حاجة. رابع حاجة بقى لبس الشرابات الطبية. الشراب طبي ده من الحاجات الاسينشال الضرورية للمريض او للحماية من الدواء نفسها. مفيش كلام، مفيش مناقشة حقيقة. سحر. تمام، الشراب ده انا بمثله ان هو زي خرطوم المية كده. تمام، لما نفتح الخرطوم على الاخر المية هتروح قدامنا 5 متر ولا حاجة، اما نتك عليها شوية من بره المية هتروح بعيد خالص. نفس فكرة الدوالي اللي جواها دم. تمام، دوالي جواها دم، الدم ماشي براحته شويه. تمام، لما نلبس شراب هيروح ضغط على الوريد من بره، يروح مسرع الدم اللي ماشي فيه، يروح ما يقفش كتير، فبيقلل الاعراض بتاعه الدوالي نفسها ويحميني برضو من الدوالي. فالشراب حاجه ضروريه ما فيهاش كلام. رخم بس بقدر الامكان انا بقول للناس طول ما انت مستحملاه وطول ما انت مستحمله البسه. زهقت منه اقلعه وريح منه شويه، مفيش مشكله يعني. هو مش عذاب، هو معمول عشان خاطر يساعدك. انا التخصص ده عاجبني يعني. انا لو كنت دكتور كنت هبقى غالبا تخصص رايق كده، ما فيهوش برضه مشرط بس فيه عمليات. يعني المشرط كل فين وفين مد ايديا نعور حد وكده، لا انا اشتغل في الرايق كده والله لطيف. يعني نخفف الام الناس بسهوله بالتكنولوجيا يعني. انا معاك والله، بس هو مش بالسهوله دي، لان هو اصل هي احنا المرض بتاعنا لا ومتشعب جدا. انا شايفه متشعب جدا وصعب يعني. مش كده والله. انا اقول لحضرتك على حاجه. هو قصه ان هو لازم يبقى فيه تعاون وكوبريشن ما بين المريض والدكتور. الدكتور بيعمل عمليه وبيعمل شغله والقصه دي خلاص تمام اوكي، بس المريض برضه ليه دور مثلا في المريض اللي عنده دوالي لو ما يقعدش كتير يمارس الرياضه دي من الحاجه مثلا اللي عن المريض. لازم يبقى فيه تعاون ما بين الاثنين. يا دكتور احمد احنا بنشكرك على التعاون بتاعك معانا في الحلقه دي يعني. الله يخليك الله يخليك يعني شكرا لحضرتك. انا شرف ليا والله ان انا كنت موجود معاك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. الله يخليك حبيبي. الله يخليك يا باشا. كنا معاكم في حلقه جديده من بودكاست في العياده. استنونا في حلقات جديده ان شاء الله هنتكلم فيها مع دكاتره اكتر في تخصصات اكتر.